شكرا مع الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا ما عندي إضافة أكثر من الإضافة سعادة النائب الأول. ما في اقتراح إلا مكتوب، ولكن احنا نتكلم اليوم كرامة المواطن. قدموا مكتوبا. كرامة المواطن، احنا لا نريد أن نخرج من هذا المجلس إلا قد وضع حل. الجماعة المستأجرين اللي هناك معالي الرئيس يشتكون وشكاوى كثيرة، 4 صفحات من الشكاوى من الظلم الذي وقع عليهم، وقدر سعادة وزير المواصلات أن يكون في الواجهة حقيقة، ولكن احنا نطلب أن لا نخرج من هذا المجلس إلا بحل ينصف هؤلاء الناس مهما كان، حتى لو كانت شاليهات للترفيه، ولكن حق من حقوق المواطن. لا يمكن ولا يعقل أن نكيل بمكيالين. لا يمكن معالي الرئيس أن احنا تفضل. لا يمكن معالي الرئيس أن احنا نرفع الإيجارات بهذه الطريقة من 40 ل 500 ل 450. ما يصير يا جماعة الخير، يعني شيء بالعقل. مثل ما ذكر يعني أخونا عبد الله الدوسري، هناك من المؤزمين من قعدنا معهم على طاولة حوار، وهؤلاء الناس الذين يعني يتنفسون هذا المتنفس ربما بقى الوحيد على ما رأينا من الصور المزرية حقيقة. شو الخدمات اللي قدمتها الإدارة؟ ما على بتزيدينها زيدها، لكن بالتفاهم بالتحاور بالصيغ التوافقية نقدر نحقق شيء. أما تهان كرامة المواطن بهذه الطريقة، ترفع على حسب ما يريد صاحب الشأن، هذا غير صحيح. لذلك أنا طالب معالي الرئيس ألا نخرج من هذه الجلسة إلا بوضع حل نهائي وصارم لهذه المشكلة المؤرقة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. الأخ حسن سالم.